المشاهدون الأكارم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم من الفضائية الإريترية. نقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة، أصحابكم فيها قاسم أحمد، وأبدأها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. تعيين برامج قسم الزراعة والأراضي في الإقليم الأوسط. بحث الرعاية الاجتماعية للمواطنين في مندفرة. الحملة التنموية الطلابية الصيفية تخطو جيدا في الإقليم الأوسط. أمريكا تقرر عدم فرض عقوبات على جواز ظريف في الوقت الحالي. رئيسا روسيا وأوكرانيا يبحثان تسوية الصراع في شرق أوكرانيا. وباري تقترب من نيو أورليانز الأمريكية وتهدد بالفيضانات. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قيم قسم الزراعة والأراضي فرع الأقليم الأوسط في اجتماع عقده في 12 من يوليو الجاري تنفيذ برامج العمل والدفع بالمميزات وإزالة القصور. وقال المدير العام لقسم الزراعة والأراضي بالإقليم الأوسط السيد هيلي ميكائيل إيوب في التقييم نصف السنوي الذي حضره وزير الزراعة السيد أرفايني برهي وحاكم الإقليم الأوسط اللواء رمضان عثمان أولياء، قال إن القسم قام بتنفيذ مهام كبيرة لحماية التربة وحفظ المياه والتنمية المروية وتنمية الثروة الحيوانية والغابية بالإضافة إلى تنمية النباتات. وأشارت تقارير فروع القسم إلى بناء مدرجات في مساحة 1000 هكتار في النصف الأول من العام من جملة مساحة 2900 هكتار مخطط بناء المدرجات فيها، وإكمال 40% من الحواجز المائية الجدارية التي تشيد في قرى عد قشي وصلوت وحمبرتي وعد قبرو وقريتات. وذكر تقرير فرع تنمية النباتات بدء أمطار الربيع بداية من شهر مايو في مديريات سرجغا وبريخ، وقال نفعي وزراعة أكثر من 2000 هكتار تنمو جيدا، وتوزيع 1200 كنتال من البطاطا المحسنة وأكثر من 9000 شتلة لرفع منتجات الخضر والفاكهة. من جانبها أوضحت سلطة ثورة الغابات والحيوانات البرية إعداد وبدء غرس 1,200,000 شتلة ذو 24 نوعا من الأشجار لإنجاح برنامج التشجير. كما أوضح الاجتماع توزيع 15,000 فرخة للمزارعين وتطعيم أكثر من 83,000 رأس من الماشية لمكافحة الأمراض الحيوانية. وقدم وزير الزراعة السيد أرفايني برهي وحاكم الأقليم الأوسط اللواء رمضان عثمان أولياء توجيهات العمل للمسؤولين المعنيين انطلاقا من التقارير المقدمة. أعلن مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالإقليم الجنوبي في الاجتماع الذي عقده في 11 من يوليو الجاري بمدينة مندفرة، أعلن صرف حوالي 44 مليون نقفة في الأشهر الستة الماضية لتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين عامة ومعيشة أسر الشهداء وخاصة رعاية الأيتام. وأوضح مسؤول المكتب السيد هيلي ميكائيل في الاجتماع الذي حضرته وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة لؤي القبراب ومسؤولو مكاتب الوزارة في المديريات، أوضح تنفيذ مهام مرضية بتعاون الإدارات والاتحادات الوطنية والمجلس والجبهة في النصف الأول من هذا العام لتخفيف المصاعب الاجتماعية. وأشار تقرير المكتب إلى تقديم مبلغ 42.2 مليون نقفة لإعالة أكثر من 20,000 أسرة شهيد بالإقليم، ما كثر من 800,000 نقفة ل 174 معاق ويتيم في مديريات مايمني ودبار ودك أمحري وسجنيتي وعرزة وعدخالة، إضافة إلى دعم 800 طالب محتاج لشراء الزي المدرسي والأدوات الدراسية، ودعم عيني ل 152 أسرة الشهيد ومعاق لإيجاد مصدر الدخل. وشدد المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في الإقليم الجنوبي السيد قال أبتس فاسلاسي على أهمية التنسيق القوي بين الإدارات ومكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية
لتنفيذ البرامج المرتبطة بالرعاية الاجتماعية، وحث بصفة خاصة للاهتمام بأنشطة حماية حقوق وسلامة العمال. وذكرت وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة لؤي جبرة في الاجتماع أهمية العمل المنسق لإيجاد فرص العمل للمواطنين وجعلهم منتجين. ذكر مسؤول حملة الطلاب الصيفية التنموية في مكتب التعليم بالإقليم الأوسط السيد أبراهام برهابي أن الحملة التي بدأت في 2 يونيو الجاري تخطو جيدا وفق الخطة الموضوعة للتنفيذ. وفي اللقاء الذي أجراه السيد أبراهام في 12 يوليو الجاري مع وكالة الأنباء الإريتريا إيرينا أشار إلى أن الطلاب أنجزوا خلال 12 يوما من بداية الحملة أعمال فعالة تمثلت في أنشطة حماية التربة وحفظ المياه وإعداد حفر لغرس الشتول. من جهتهم أشاد المشرفون على العمل من أعضاء وزارة الزراعة والمعلمون بتعامل الطلاب الموضوعي واحترام المواعيد، إضافة إلى تفاعلهم البناء من أجل إنجاز الأعمال الموضوعة للتنفيذ في أوانها، حيث اختتم الوجه الأول من الأعمال الموضوعة للتنفيذ وشرع الطلاب في الوجه الثاني المتمثل في غرس الشتول. من جانبهم أكد الطلاب المشاركون في الحملة جاهزيتهم لتنفيذ العمل الموضوع بتفاني وإخلاص. يشارك هذا العام في الحملة الطلابية الصيفية التنموية الجارية في 69 نقطة عمل بالإقليم الأوسط 11,000 طالب، بينهم 5,000 طالبا. ووضعت الحملة الطلابية الصيفية التنموية لهذا العام خطة مدروسة لغرس حوالي 400,000 شتلة في الإقليم الأوسط فقط. ذكرت إدارة مديرية ابن حيلي في الاجتماع الذي عقدته في 6 و7 يوليو الجاري إنجاز برامج تنموية ناجحة في المديرية نفذت عبر مساهمة المواطنين الفعالة. وفي التوضيح الذي أدلى به مدير المديرية السيد أبراهام وكنان أشار إلى بناء مدرجات ومصاطب في 770 هكتار واكتمال الاستعدادات اللازمة لزراعة أكثر من 181 هكتار في 9 قرى ببذور القمح المحسنة. كما أشار السيد أبراهام إلى أن قرى غابة وعدي قوسي وعدي قوتئي وماي لحام وعدي بحيلاي وعدي وهابيت وسروات ومدفع والتا ومسافرهم قامت بصيانة طرق تؤدي إلى مناطقهم مسخرين طاقاتهم وأموالهم. وقال في الوقت ذاته إن عملية الخطط الإسكانية لبلدة عدو خالة قد قاربت على الاكتمال، وأشار إلى إجراء دراسة معمقة حول الاستفادة من الأراضي في 99 قرية. ودعا المجتمعون لاتخاذ خطوات لازمة من أجل حل مشكلة المياه في مناطق عد بهايلاي وعد سروات ومدفع والتا. في غضون ذلك عقد في 9 يوليو الجاري اجتماعا لتقييم أنشطة القطاع التعليمي في المديرية، حيث قدمت فيه دعوة لتعزيز دور الآباء ومتابعة إدارات الضواحي لتقوية العمليات التعليمية ورفع مستوى مساهمة الطلاب في مائدة التعليم. وأوضح الاجتماع بأن تدني مشاركة الإناث في المدارس المنتشرة بالمناطق البعيدة وضعف متابعة الآباء، وكذلك النواقص والقصور السائدة في توفير مياه الشرب العذبة ومقاعد التدريس كانت من المشاكل التي واجهت ولا زالت تواجه العملية التعليمية في المديرية. وأفادت مسؤول مكتب التعليم في المديرية الأستاذة مرح كيروس بأن نسبة النجاح هذا العام في المرحلة الابتدائية كانت 88%، وفي الإعدادية 72%، وفي الثانوية 69%. نظم في 9 يوليو الجاري في قاعة بحر نجستات بمدينة الدبار والأقليم الجنوبي سيمينار مهني حول تعزيز كفاءة خدمات المرافق الخدمية. وقدم في السيمينار توضيح مفصل فيما يتعلق بالعوامل التي ينبغي تصحيحها والسبل التي يجب اتباعها خاصة في حسن الاستقبال والضيافة. وفي التوضيح الذي أدلت به مسؤولة السياحة في الأقليم الجنوبي السيدة أسمرت أبرهة ذكرت المرافق الخدمية لتصحيح الإهمال السائد في استقبال وضيافة الزبائن وتدني كفاءة العمال والأسعار غير المنطقية، مناشدة المرافق الخدمية لتعزيز دورها في التعريف بثروات البلاد والثقافة والقيم الوطنية. من جهته أكد مدير مديرية الدبار السيد وانجيل تخلهيمانوت جاهزية إدارته لتلعب دورها المنوط من أجل اتباع ومواكبة المرافق الخدمية للأعمال العصرية. ودعا المشاركون في السيمينار لنشر وتوزيع منشورات ومطبوعات
تعرف القيم والثروات الوطنية. فاصل قصير مشاهدينا الأكارم، ثم نوافيكم بالأنباء العالمية، فابقوا معنا. أهلا بكم. والأنباء العالمية. ذكر مصدران مطلعان أن الولايات المتحدة قررت ألا تفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في الوقت الحالي، وذلك في علامة على أن واشنطن ربما تترك الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية. وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونوتشن قال في 24 من يونيو إن ظريف سيوضع على قائمة سوداء في ذلك الأسبوع، وهو موقف علني غير مألوف، لأن الولايات المتحدة عادة لا تكشف مسبقا عن تلك القرارات لمنع أهدافها من نقل أصول خارج الاختصاص القضائي الأمريكي. ومن شأن إدراج كبير المفوضين الإيرانيين على القائمة السوداء أن يكون أيضا خطوة غريبة، لأنه قد يعرقل أي مسعى أمريكي لاستخدام الدبلوماسية لحل خلافاتها مع طهران بشأن برنامج إيران النووي واختباراتها الصاروخية وأنشطتها في المنطقة. ومن المتوقع أن يحضر ظريف اجتماعا وزاريا في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل بشأن أهداف التنمية المستدامة، ولكي يفعل ذلك سيتعين على الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول، وهي علامة أخرى على أن واشنطن ترجئ العقوبات في الوقت الحالي. أعلن الكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولودومير زيلينسكي ناقشا تسوية الصراع في شرق أوكرانيا وعودة الأسرى خلال مكالمة هاتفية. كما ناقش الرئيسان إمكانية استمرار الاتصالات بشأن القضية في إطار مجموعة نورماندي التي تضم فرنسا وألمانيا من أجل إنهاء الصراع بين الانفصاليين المواليين لروسيا في شرق البلاد والقوات الأوكرانية. وذكر الكرملين أن المكالمة الهاتفية بين الزعيمين تمت بمبادرة من الجانب الأوكراني. وقال زيلينسكي يوم الأحد إنه يعتزم مواصلة المحادثات التي تدعمها أوروبا مع روسيا بشأن اتفاق السلام الذي لم يطبق على نطاق واسع حتى الآن، وسيحاول تحرير الأوكرانيين المحتجزين في روسيا ومنهم 24 بحارا. اقتربت العاصفة المدارية باري من مدينة نيو أورليانز الأمريكية وسط تحذيرات من مسؤولي الأرصاد الجوية من أن هطول أمطار شديدة ستؤدي لفيضانات إذا وصلت العاصفة لليابسة بحلول صباح السبت في أول موسم أعاصير المحيط الأطلسي في 2019. وقالت خدمة الطقس الوطنية أن مسؤولي المدينة حثوا السكان على التحصن في أماكنهم بدلا من إخلائها، بينما تصاحب العاصفة رياح تصل سرعتها إلى 65 كيلومترا في الساعة. وتشكل الأمطار خطرا مماثلا أيضا بالنظر إلى أن أجزاء من نهر ميسيسيبي الذي يمر عبر المدينة ترتفع فيها المياه عن مستوى الفيضانات منذ 6 أشهر. وقال المركز الوطني للأعاصير إن العاصفة التي تتحرك ببطء تقع حاليا على بعد 145 كيلومترا إلى الجنوب من مصب نهر ميسيسيبي. الخبر الأخير في هذه النشرة: قامت فريشة كريم بتأسيس حافلة المكتبة المنتقلة وجابت بها كابول في أفغانستان لإتاحة الفرصة لطلاب المدارس لقراءة الكتب. وقام طلاب المدارس باستغلال حافلة المكتبة المتنقلة في كابول، وتعتبر المكتبة المتنقلة الأولى من نوعها في أفغانستان، وتحوي أكثر من 500 كتاب حسب تصريح أدلت به مديرة المكتبة. وأكد خلالها أن الحافلة تجول شوارع كابل على مدار اليوم. وأوضح كريم أن المكتبة تفتح أبوابها أمام جميع عشاق القراءة، مشددا على ضرورة زرع ثقافة القراءة لدى الأجيال الناشئة. وتحوي العاصمة كابول ذات 5 ملايين نسمة على 12 مكتبة فقط، حيث أن عدد الكتب فيها غير كاف أيضا. هكذا انتهت النشرة. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.